الدهب بيسجل 7000 جنيه لعيار 21 في مصر، والمفاجأة إن السر ورا ده ممكن جدا يكون في مياه مضيق هرمز. إيه علاقة البترول والسياسة العالمية بجرام الدهب اللي بنشتريه من الصاغة؟ أيوة فعلا، دي نقطة محيرة جدا لكتير من الناس. بالظبط. عشان كده قبل ما ندخل في التفاصيل ونفك اللغز ده، ياريت كل اللي بيتابعونا دلوقتي ينزلوا حالا يعملوا لايك للفيديو ده. ولو مهتمين بالاقتصاد أو ناويين تشتروا دهب، اعملوا شير للحلقة مع أصحابكم. والأهم طبعا إنكم تعملوا اشتراك أو سبسكرايب في القناة عشان توصلكم كل التحليلات العميقة اللي بنقدمها. دعمكم بيفرق معانا جدا، وبيخلينا نقدر نستمر في تقديم المحتوى ده. أكيد. المهم بقى يا جماعة، مهمتنا النهاردة إننا نفك تقرير مهم جدا، تقرير نشرته جريدة المال بتاريخ 25 أبريل 2026. التقرير ده بيوصف حالة غريبة مسيطرة على سوق الذهب في مصر، حالة نقدر نسميها الترقب الحذر. وصف دقيق جدا للمرحلة دي. يعني عندنا عوامل محلية مستقرة تماما، وفي نفس الوقت بتتعارض مع غليان وتوترات جيوسياسية على مستوى العالم. طب خلونا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة، وننزل لأرض الواقع في مصر الأول عشان نفهم الأرقام الحالية قبل ما نبص على خريطة العالم. بص، الأرقام اللي في السوق المصري حاليا بتدينا مؤشر واضح جدا عن سيكولوجية التسعير في اللحظة اللي احنا فيها دي. تقرير جريدة المال رصد الأسعار كالتالي: عيار 24 مسجل 8000 جنيه. 8000 بالظبط؟ أيوة. وعيار 21 اللي هو المحرك الأساسي ومقياس النبض للسوق المصري وصل ل 7000 جنيه. ده رقم اللي بيخطف العين دايما. مظبوط. وبالنسبة لعيار 18 سجل 6000 جنيه، وعيار 14 وصل ل 4667 جنيه. وطبعا الجنيه الذهب كسر حاجز ال 56000 جنيه. طب أنا باصص على الأرقام دي وبقارنها بأسعار امبارح، في حاجة صراحة مش منطقية بالنسبة لي. الزيادة اللي التقرير بيتكلم عنها هي 10 جنيه بس في الجرام. 10 جنيه أيوة. يعني إحنا في سوق كان ممكن يتحرك بال100 وال200 جنيه في اليوم الواحد، صعود وهبوط. ال10 جنيه دي في عرف سوق الذهب تعتبر همسة، مش صرخة خالص. هي فعلا همسة، بس همسة ليها معنى كبير. ما هو التقرير بيربط الهدوء ده باستقرار سعر صرف الدولار في البنوك، بس اللي محيرني لو الدولار مستقر ومفيش أي أزمة في توافر العملة الأجنبية محلياً، ليه الذهب يتحرك ال10 جنيه دول أصلاً؟ يعني ليه السعر ما بيبقاش خط مستقيم وثابت تماماً؟ ده سؤال مهم. حركة ال10 جنيه دي مش تحرك عشوائي خالص، دي بتترجم لحالة بنسميها في التحليل المالي الميل الطفيف للصعود في ظل اتجاه عرضي للمشهد. يعني إيه اتجاه عرضي؟ يعني السعر ولا بيطير لفوق ولا بينهار لتحت، ماشي في خط شبه مستقيم بس بيميل لفوق سنة بسيطة. وعشان نفهم الميكانيزم ده لازم نبص لسعر الذهب في مصر على إنه معادلة من شقين، اللي هما السعر العالمي والمحلي، صح؟ بالظبط. الشق الأول هو سعر الأوقية بالدولار في البورصة العالمية، والشق الثاني هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه محلياً. في فترات سابقة التذبذب العنيف اللي كنا بنشوفه كان ناتج عن الشق المحلي، كان فيه تسعير مضطرب للدولار. أيوة، أيام ما كان في سوق موازية وأسعار بتنط كل ساعة. مظبوط جدا. دلوقتي بقى البنوك فيها استقرار في سعر الصرف، فالدولار المحلي بيشتغل كأنه ممتص للصدمات. الشق المحلي من المعادلة بقى شبه ثابت. فهمتك. يعني الشاشة في الصاغة المصرية دلوقتي بتعكس الشق التاني بس، اللي هو السعر العالمي المباشر من غير أي تشوهات محلية في النص. ده اللي بيحصل بالظبط. التغير الطفيف جدا ده، ال10 جنيه دي معناها إن تجار الذهب في مصر بقوا باصين لبره بس. الزيادة دي مش ناتجة عن أزمة سيولة محلياً، دي ناتجة عن قراءة التجار للأخبار العالمية. هم بيقروا إن في توترات فبيحوطوا نفسهم. أيوة، بيبدأ يحصل تحوط بسيط جدا من جهتهم. طب استني بس، هنا بقى الموضوع بيبقى مثير جدا للاهتمام. التقرير بيقول إن البورصات العالمية أصلاً في فترة العطلة الأسبوعية. أيوة، الويكند. يعني الساشات العالمية مقفولة وسعر الأوقية متجمد عند 4710 دولار وما بيتحركش. طيب إزاي التاجر المحلي بيسعر أخبار عالمية والشاشة العالمية اللي هو المفروض بياخد منها السعر مطفية وما فيهاش تداول أساساً؟ دي النقطة اللي بتفصل التاجر المحترف عن العادي. إزاي؟ إيه اللي بيخليه قرر يزود ال10 جنيه دي النهاردة مش يوم الاثنين لما البورصة تفتح وتبقى الصورة واضحة؟ بص، ده بيشرح لنا إزاي أسواق التجزئة بتشتغل وقت الإجازات. البورصة الرسمية كمنصة تداول بتقفل، ده حقيقي، لكن المخاطرة ما بتاخدش إجازة.
الأحداث السياسية والعسكرية في العالم ممكن تتطور يوم السبت أو الحد عادي جداً. أيوة، الحروب ما بتاخدش جازة ويكند أكيد. بالظبط كده. فالتاجر المحلي اللي بيبيع لك سبيكة الذهب في الإجازة عارف كويس إنه مش هيقدر يعوض الكمية اللي باعها دي من السوق العالمي غير يوم الاثنين الصبح. منطقي. يوم الاثنين على فجوة سعرية كبيرة للأعلى. التاجر ده هيكون خسر كتير جدا لو كان باع بالسعر القديم في الويك أند. ياه، يعني هو بيضيف هامش أمان لنفسه. إحنا نقدر نعتبر ال10 جنيه دي زي تمن بوليس التأمين التاجر بيحملها للمشتري عشان يغطي مخاطرة الويك إند، صح كده؟ التشبيه ده ممتاز. التحليل المالي بيسموها علاوة المخاطرة. السوق في حالة تحرك عرضي، يعني السعر ماشي في خط أفقي، مفيش سيولة بتدفعه بعنف، لكن التاجر بيسعر الخوف من مفاجآت يوم الاثنين. الخوف، الكلمة دي بتاخدنا مباشرة لسبب الرعب اللي في الأسواق ده. التقرير نقلنا لقلب الحدث العالمي، التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتحديداً الكلام عن احتمالية إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. الفيل اللي في الغرفة زي ما بيقولوا. بالظبط. أنا عايز أقف هنا بقى عشان تفكك لنا الرابط الميكانيكي بين الأحداث دي، لأنه مش دايماً بيكون واضح. أنا كمواطن عادي بيسمعنا دلوقتي، إيه علاقة سفن البترول اللي بتعدي في مضيق هرمز بقرار مستثمر قاعد في لندن ولا نيويورك إنه يشتري سبايك ذهب؟ الممر ده بتاع طاقة، والذهب ده معدن نفيس. إزاي أزمة في البترول تسمع في الذهب فوراً كده؟ علشان نربط الخيوط دي ببعضها لازم نتتبع دورة الفلوس في الاقتصاد العالمي. مضيق هرمز ده مش مجرد ممر مائي عادي، ده عصب رئيسي لإمدادات الطاقة في الكوكب، بيمر منه نسبة ضخمة من إنتاج النفط العالمي كل يوم. أيوة، أنا قريت إنه بيعدي منه 35% استهلاك العالم تقريباً. رقم مخيف فعلا، وأي تهديد عسكري أو سياسي للمضيق ده بيترجم فورا في الأسواق لصدمة بنسميها صدمة في المعروض. يعني الأسواق بتتوقع إن كمية البترول المتاحة هتقل في السوق فجأة. بالظبط. وأول قاعدة في الاقتصاد إيه؟ لما المعروض بيقل السعر بيطير. سعر برميل البترول ممكن يقفز لمستويات قياسية في كام ساعة بس. والبترول ده هو اللي بيشغل المصانع، وهو وقود السفن والطيارات اللي بتنقل البضايع بين القارات. يعني تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن هتزيد على مستوى العالم كله. ولما تكلفة الإنتاج والشحن بتزيد، تفتكر الشركات هتعمل إيه؟ أكيد بتمرر الزيادة دي للمستهلك النهائي. النتيجة المباشرة لكده هي موجة تضخم عالمية شرسة وارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات بلا استثناء. التضخم ده هو الكابوس بتاع العملات الورقية. صح جدا. لما التضخم بيزيد القوة الشرائية للدولار أو اليورو أو أي عملة بتنهار، الفلوس اللي في إيدك قيمتها بتتآكل. وهنا بقى بيجي دور المستثمر المؤسسي أو الصناديق الكبيرة، الناس اللي معاها مليارات كاش. بالظبط. مديرين المحافظ المالية وصناديق التحوط اللي بتدير المليارات دي أول ما بيلمحوا شبح التضخم جاي بسبب أزمة زي مضيق هرمز بيبدأوا يهربوا فوراً من الورق. بيبيعوا أسهم وسندات. أيوة، السندات والأسهم والكاش بتبقى أصول خطرة لأن قيمتها الحقيقية بتقل. الحل الوحيد ليهم هو تسييل الأصول دي ونقل الفلوس لملاذ آمن حقيقي، أصل ملموس محدش يقدر يطبعه أو يتلاعب في قيمته بقرار من بنك مركزي. الذهب طبعا ده الأصل التاريخي اللي بيقوم بالدور ده. الفلوس دي كلها لما بتدخل تشتري ذهب في نفس الوقت الطلب العالمي بينفجر وسعر الأوقية بيصعد بقوة. ده اللي بيمنع سعر الذهب عالمياً إنه يتراجع دلوقتي. التوترات دي عاملة أرضية صلبة للسعر. يا السياسات دي بتوضح بشكل عبقري ليه العالم كله عينه على مضيق هرمز، وليه التجار مستنين البورصات تفتح بخوف. أزمة بترول تساوي تضخم، والتضخم بياكل الورق، والورق بيهرب للذهب. ميكانيزم متصل ببعضه زي التروس، سلسلة تفاعلات مفيش مفر منها. طيب، التقرير بعد ما شرح الحالة دي بينقلنا للنظرة المستقبلية وبوصلة السوق الأيام الجاية مع عودة التداولات. المحللين بيقولوا إننا هنشوف تذبذب، وإن البوصلة هتتحدد بناء على تطورات السياسة وتحركات الدولار، والأهم أسعار الفايدة العالمية. ودي نقطة محورية جدا. النقطة دي محتاجة وقفة فعلا. يعني أنا كشخص متابع للسوق، لو في احتمال لحرب أو أزمة طاقة عالمية تقلب الدنيا، ليه المفروض اهتم الفيدرالي الأمريكي هيعمل إيه في الفايدة؟ الفايدة دي أداة نقدية عادية، إيه وزنها قصاد توتر جيوسياسي ضخم ومدافع بتضرب؟ وزنها ضخم جدا فوق ما تتخيل.
لأنها بتمثل حاجة بنسميها تكلفة الفرصة البديلة. يعني إيه تكلفة الفرصة البديلة في السياق ده؟ في الاقتصاد مفيش أصل بيتحرك في فراغ، كل الأصول بتتنافس على نفس السيولة والفلوس اللي في إيد المستثمرين. الذهب كأصل استثماري له عيب خطير جدا. إيه هو؟ ده الملاذ الآمن. هو ملاذ آمن أيوة، بس هو أصل لا يدر عائد. يعني لو اشتريت سبيكة ذهب وقعدت معاك سنة هي هتفضل سبيكة، مش هتديك أرباح شهرية أو كوبونات زي الأسهم أو الودائع. قيمتها بس بتيجي من فرق السعر وقت ما تقرر تبيع. الناحية التانية بقى السندات الحكومية الأمريكية مثلا بتدي عائد مضمون. بالظبط. فالبنك الفيدرالي الأمريكي لما بيرفع أسعار الفايدة هو بيخلي العائد على السندات دي مغري جدا ومضمون بنسبة 100% تقريبا. تخيل معايا إنك مدير صندوق استثماري. يا ريت والله. خاف تخيل بس، وعندك اختيارين: إما تحط $1,000,000,000 في الذهب عشان تحمي نفسك من مخاطر سياسية بس مش هتاخد أي فايدة طول السنة، أو إنك تحط $1,000,000,000 في سندات الخزانة الأمريكية وتاخد عائد 5% مضمون ومفيش فيه أي مخاطرة. 5% على المليار دي رقم ضخم جدا. أيوة، فلما الفايدة بتزيد جاذبية السندات دي بتسحب السيولة من سوق الذهب كأنها مغناطيس. الفلوس بتخرج من الملاذ الآمن المادي وتروح للملاذ المالي اللي بيجيب أرباح أكيدة. يعني إحنا نقدر نوصف المشهد ده بإنه لعبة شد حبل حقيقية. تشبيه ممتاز، شد حبل بين قوتين كبار. من ناحية عندنا الخوف المتمثل في مضيق هرمز وأزمة البترول المحتملة، وده بيشد سعر الذهب لفوق بقوة. ومن الناحية التانية عندنا الجاذبية المتمثلة في أسعار الفايدة اللي بيحددها الفيدرالي الأمريكي، ودي بتحاول تشد السيولة وسعر الذهب لتحت. ده تلخيص دقيق لديناميكية السوق حالياً. الأيام الجاية هي اختبار قوة حقيقي بين الطرفين دول. طول ما التوترات السياسية عالية ومفيش حلول واضحة في الأفق، حبل الخوف هيبقى مشدود والذهب مش هينهار وهيفضل محافظ على مكاسبه أو بيزيد. طب ولو الأمور هديت؟ لو الأخبار السياسية هديت شوية أو الفيدرالي الأمريكي فاجئ الأسواق بلهجة شديدة جداً بخصوص رفع الفايدة أو حتى تثبيتها عند مستويات عالية، هنلاقي حبل الجاذبية هو اللي بيكسب والسيولة هتهرب من الذهب. بالظبط. وساعتها السعر العالمي هينزل وهينعكس فوراً على الشاشات في الصاغة في مصر بالانخفاض. طيب خلونا بقى نترجم كل التحليل المعقد ده لواقع عملي لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ومستنية خلاصة الحلقة. بناء على التحليل الفني وقراءة السوق اللي التقرير بيطرحها، قرار البيع والشراء دلوقتي المفروض يتبني على إيه؟ ده السؤال الأهم النهاردة. يعني لو أنا شخص بيمتلك ذهب حالياً أو شخص معاه سيولة كاش وبيفكر يدخل السوق، التقرير والتحليل الفني بيواجهنا لإيه بالظبط في ظل حالة التذبذب والترقب اللي احنا عايشينها دي؟ نشتري ولا نبيع؟ بص، من الناحية الفنية والأساسية، بناء على المعطيات اللي ناقشناها، السوق حالياً محكوم بقوة الدفع الجيوسياسية اللي بتوفر دعم قوي جداً للذهب كملاذ آمن. يعني لسه في احتمالات للصعود؟ أيوة، ده معناه إن احتمالات الصعود أو على الأقل التماسك عند المستويات الحالية أعلى بكتير من احتمالات الانهيار المفاجئ، خصوصاً مع افتتاح الأسواق العالمية. طب ده معناه إيه للي مع ذهب؟ عشان كده لأي حد بيمتلك ذهب بالفعل، التحليل الفني والأساسي بيشير بوضوح الاحتفاظ. مفيش أي مبرر للبيع العشوائي دلوقتي، والتفريط في أصل بيقوم بدور الحماية في وقت كل غيوم سياسية. متفق معاكي جدا. طب وبالنسبة للي عايز يشتري؟ قرار الشراء بقى محتاج ذكاء. الدخول بكل السيولة اللي معاك دفعة واحدة في وقت تذبذب زي ده بيعتبر مخاطرة غير محسوبة. أما إيه الاستراتيجية الأنسب؟ العرضية اللي بتميل للصعود زي اللي احنا فيها هي الشراء على أجزاء، أو اللي بنسميه متوسطات التكلفة. يعني يقسم فلوسه ويشتري على فترات. بالظبط، عشان المستثمر يقدر يمتص أي مطبات سعرية أو تصحيحات ممكن تحصل لو كفة أسعار الفايدة رجحت فجأة زي ما شرحنا في لعبة شد الحبل. يعني الخلاصة الاحتفاظ للي معاه ذهب والشراء الحذر المدروس وعلى أجزاء للي عايز يدخل السوق جديد. تحليل منطقي جدا وبيربط الأرقام المجردة بواقع السوق. احنا كده فكينا التقرير وفهمنا ان ال10 جنيه اللي زادت دي وراها قصة طويلة بتوصل لحد منابع البترول في الشرق الأوسط وصناع القرار في البنك المركزي الأمريكي. حقيقي الاقتصاد العالمي كله متشابك بشكل مبهر. بس عارف، قبل ما نقفل الملف ده، في مفارقة دايما بتفرض نفسها عليا لما بقرأ تقارير زي دي. مفارقة ايه؟ شاركينا. احنا دلوقتي في سنة 2026،
عصر الذكاء الاصطناعي اللي بيدير اقتصادات بحالها، وعصر العملات الرقمية والكريبتو اللي اتصممت أصلاً عشان تكون هي الملاذ الآمن الجديد بعيد عن سيطرة الحكومات المركزية. فعلا التكنولوجيا وصلت لأقصى درجات التعقيد المالي. ورغم كل التقدم ده، بمجرد ما بيحصل تصريح سياسي عنيف أو تحرك عسكري في أي مكان، بنلاقي أكبر العقول المالية في العالم وأضخم المؤسسات بترجع بخطوة سريعة لورا وتسيب الشاشات والعملات المشفرة. وتدور على حتة معدن أصفر. بالظبط، بيدوروا على حتة معدن أصفر صلب بنطلعه من باطن الأرض من آلاف السنين عشان يستخبوا فيه. إيه هو السر النفسي العميق أو ربما الجيني اللي بيخلي الثقة في الذهب صامدة لدرجة إن كل الابتكارات المالية دي مش قادرة تسحب مكانه كالملاذ الأخير للبشرية وقت الخوف؟ دي مفارقة بتطرح تساؤل حقيقي وعميق جدا عن فكرة الثقة في حد ذاتها. إيه اللي البشر بيثقوا فيه بجد لما النظام العالمي بيتهز ويحسوا بالخطر؟ التكنولوجيا ولا الطبيعة؟ سؤال إجابته مش سهلة خالص. فعلا، وده سؤال هنسيبه مفتوح لكل اللي بيتابعونا عشان يشاركونا التفكير فيه. ويا ريت تنزلوا حالا في التعليقات وتقولوا لنا رأيكم. هل متوقعين الذهب يكسر حاجز ال7000 جنيه لعيار 21 ويكمل صعود الأسبوع الجاي مع فتح البورصات، ولا هينزل تاني؟ مستنيين نقرأ تعليقاتكم كلها. أيوة، يا ريت تشاركونا توقعاتكم وتشاركونا إجابتكم على سؤال الحلقة. نتمنى نكون في رحلتنا النهاردة قدرنا ننقلكم من مجرد قراءة لأسعار الذهب في شاشة الصاغة لفهم عميق للمحركات الخفية اللي بتصنع الأسعار دي في الكواليس. شكرا لكل اللي تابعونا في التحليل ده، ونشوفكم في قراءة جديدة وتفكيك أعمق للأرقام في الحلقة الجاية. سلام.